السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. والله أنا مصدوم مرة ثانية من الناس الذين يكذبونني عما قصصت البارحة بالأمس من تلك القصة التي أشهد الله أنني لم أزد فيها ولم أنقص، وأشهد الله أني لم أتكلم بكل شيء. كاين أمور خليتها لنفسي ويعرفها من كان معي يشهد عليها، وسنقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل فيسأل كل واحد منا. كل واحد منا يوم القيامة سيقف بين يدي الله عز وجل فيسأل. إذا كذبت أسأل الله عز وجل أن يعاملني بعدله، وإن كنت صادقا فأشهد الله أنه ما كانت نيتي ولا قصدي أن أتكلم لا على نظامهم، وأعيدها وأكررها المرة الألف والمليون، ولا أتكلم عن أمنهم، ولا نيتي أن أحذر منهم أو أحرض عليهم بطريقة أو بأخرى، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الكلام اللي قلته البارح وأنا كنت في كامل قواي العقلية، ونعاود نسمع لكم نفس الكلام لأن الفيديو مشى وكاين اللي ناس رفدوه وحطوه في قنوات وحطوه في صفحات عامة وداخل وخارج الوطن. قلت لكم نعاود، إن كنت كاذبا أسأل الله أن يعاملني بعدله، وإن كنت صادقا فوالله ما كانت نيتي إلا تنبيه المعتمرين حتى لا يقعوا في نفس الموقف الذي وقعت فيه أنا، وخاصة إذا كان المعتمر يعتمر مع والديه أو أمه ولا مع الزوجة تاعو وأبنائه. يقدر يكون هكذا بنيته مسكين مقابل الحرم، يقعد يدعي فيؤتى إليه فيؤخذ فيحقق معه وزوجته تبحث عنه. قلت هالولاد بلادي، أنا تكلمت مع أبناء بلدي، مع الجزائريين، لأن الجزائريين بحكم حبهم لفلسطين، وهذه أيضا وقعت. والآن تواصل معي إنسان رجل نفس الشيء، إمام من الغواط قال لي كنا في الطواف مجموعة بالإحرام وكنا ندعو بصوت مرتفع لأهل غزة، فمسكونة وداونا من بعد صلاة الظهر إلى منتصف الليل ونحن بالإحرام ومعنا نساء. قال لي، قلت له هذا لا ينبغي أنه ترفع صوتك وكما يقولوا بالك هما ما على باليش. الأمر الذي حاز في نفسي أنا كنت بالهاتف ديالي، كنت هكا شاد الهاتف ديالي وكيما راني نهضر معاكم الآن، لأنه الناس في التعليقات هم يقولوا ماناش، خاصة اللي غاطني شغل ولاد بلادي. انت ولاد بلادك تكذبوا، تسمى هذا الشيب اللي راهو في لحيتي والقرآن اللي هو في صدري تسمى نكذب على، وزعما يقول لك راك دير في الفتنة وراك تحرض على بلاد. أنا نحرض على بلاد الحرمين، وأنا أعشق تلك البلاد وأنا أحبها، ولم أذهب إليها مرة واحدة أو مرتين أو 5 مرات، بحمد الله عز وجل ذهبت مرارا وجلست عند أهل العلم هناك بحمد الله عز وجل. لا أحرض عن أحد ولا على أحد، أنا هذا الأمر حاز في نفسي وخفت يوقعوا فيه ولاد بلادي. نقطة إلى السطر. دوك ناس في التعليقات تكلموا انتوما بلا هاد الناس بلا الفيديو تاعي عندهم مواقف خاصة أنا لا أتحملها. أو البارح لبناني تكلم وهو يمدح المساعدات السعودية التي ذهبت إلى فلسطين وفقهم الله. تعليقات قاعدين غير يسبوا فيه، لأنه علاش مدح أهل السعودية؟ لأنهم بعثوا المساعدات إلى أهل فلسطين وكذا، وقال لهم خلاصوا منا والحمد لله.
يا أخي أنا ما عندي حتى مشكل لا مع النظام السعودي ولا مع نظام، وما رانيش نرقع. نفس الكلام اللي قلته البارح راني معاه اليوم واني مستعد. وكاين كلام أقسم بالله تحفظت به لنفسي، ولي حب يجي يهضر معايا ويكون معايا شاهد عيان على تلك الواقعة والحادثة، مرحبا به. لأنه كاين ولاد بلادهم يقولوا باللي انت وحبيت دير فتنة، شغل هادو ناس ما يحبونيش. على كل حال راك تعرف جماعة اللي لا يسلم منهم أحد، ولي استشفاو تاني. انا درت على اساس باش ننبه ولاد بلادي، بالكوا عسوا رواحتكم، محضوا نفوسكم وخلوكم التليفون وما تدعوش بالتليفون. ادعي في نفسك وادعي في قلبك وادعي بينك وبين الله عز وجل. وهذا الموقف تعرضت به قصه، وانا بديت الحكايه تاعي والكلام، بديت قلت لكم هذه قصه لا من سبيل البطولات ولا من سبيل. كاين ناس تهموني بالرياء. واش من الرياء يا خونا؟ اتقي الله في نفسك. واحد كتب لي وليد بلادي قال لي تا رياء في التليفون باش تدعي رياء. اسمع انت مريض في راسك ولا انت فارغ شغل ولا مهبول ولا اتقي الله في نفسك يا اخي. واش من رياء؟ دخلت في قلبي باش تقول لي رياء؟ هل هذا الامر يعقل؟ والله لم اقصد لا فتنه ولا معليش، حتى ولو ما يخلونيش ندخل المره الجايه عادي. انا نيتي الحمد لله ربي عالم بها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا ربي هو على باله واش كاين في قلوبنا. إذا قلت لكم إن كنت كاذبا عاملني الله بعدله، وإن كنت صادقا والله عز وجل أشهده سبحانه من فوق 7 سماوات أنني ما قصدت لا تحريض. كنت قادر يعني نصرح بالتحريض، ما تجوش تروحوا وكذا، ما خاطيني اروح. بالعكس قلت لهم انا انبه المعتمرين والزائرين من الائمه وكذا، لما تروحوا بالكوا ما تديروش المشاكل. هذا الامر يخدمهم، لاني لما كنت قاعد تما سمعت باللي كاين 55,000 حاله كيما تاعي، هما يعني تالي تراهم في كل دوره يحكموا واحد. ربي ما على باليش انا دوكا هذا الامر يرجع ليهم، ولكن أولاد بلادي خفت عليهم. لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ما كتمتوش، ما نكتموش، ما نقدرش نكتم حاجة تضر أولاد بلادي، هذا هو الأصل. أما باش تتهمني بالفتنة والتحريض، أنا خاطيني هنا ما عندي لا فتنة ولا تحريض، بالعكس أنا أحب بلاد الحرمين. الحرمين أنا نقول الحرمين، مكة والمدينة. مكة مهبط الوحي، ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبهما وأسأل الله عز وجل أن يحفظهما. وما عندي فيها لا نقى ولا جمل. الناس المشكلة أنها تفهم الكلام وتأول وتبدأ تطلع وتهبط، والناس من السعودية بعتوا لي وانت ما انت والرياء. اتقي الله في نفسك، ما نغطوش الشمس بالغربال. قلت لك مريض، أنا مريض حاب نشرب الدواء. عندي مرض السكر، وعندي مرض السكر والضغط. ما درش مامبا معايا، ما قيمنيش اصلا. روح تريا خالي، روح تريا. دعيت اقسم بالله، واحد قال لي درت الارباك تما، والله غير كنت في ساحة المسجد، وكنت بعيد قدام بيت الخلاء، بعيد كنت في الحائط تاع الدخول، يعني الحائط تاع المداخل تما من برا كاع، كنت بعيد في التليفون هكذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربي يحفظكم وربي يجازيكم. بيني وبين نفسي حبيت نوثق هذه اللحظة، كش واحد يسأل لي، حبيت نخليها سوفونير، ذكرى ليا، كش واحد يسأل لي. حبيت نتشرف بأن أدعو لإخواني في فلسطين وفي غزة، لشهدائهم ومجاهديهم، ندعي لهم في أشرف بقاع. كش واحد يسأل لي، نوثقها نخليها عندي سوفونير. كش واحد يسأل لي أين الفتنة هنا؟ ولا وراه الإرباك؟ وراه أنا نرفع صوتي بالدعاء ونبدأ نعيط؟ أبدا. تما أنت ما تعرفنيش وراك تقول لي هذا الكلام ويغيظك الحال، زعما شغل يد بلادك، زعما شغل أنت تحب الحرامين خير مني هنايا. اتقي الله في نفسك، اتقي الله في نفسك، ولازم تتعلم وتعرف واش معناتها قيمة أهل القرآن. أنا كي نقول لك أهل القرآن معناتها من كذاب.